اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسبوسة زي بتاعة المحلات واحلى كمان، اوفر بكتير وحاجة يعني هتطلع معاكي تحفة للناس اللي هي البسبوسة بتنشف منها، او يعني مش بتطلع مظبوطة معاها. هقولك على خطوات كده تعمليها ان شاء الله تطلع معاكي يعني احلى من اللي بره كمان. اول حاجة معايا كوباية الا ربع من الزبدة او السمنة، معايا نص كوباية من الحليب، كوباية سكر، ربع كوباية مية، ونص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة. اول حاجة هننزل بيه ربع كوباية المية، وبعدين كوباية السكر، وهنسيبهم على النار لحد ما السكر ده يكرمل معانا كويس جدا. مش هحط المعلقة في الاول خالص، يعني مينفعش ان انا ابدأ اقلب فيه السكر ده دلوقتي نهائي، علشان لو حطيتي المعلقة وبدأت اللي انت تقلبي فيه هيبوظ معاكي. اول بس ما احس اللي هو من بدأ ياخد الجناب لون كده كده بس، من يعني مش الجناب، هقلبها فهبدأ اللي انا تقليب كده، بصي لا. من على الحروف كده بالظبط، علشان كلها تاخد نفس اللون. لو انتوا واخدين بالكم من الحروف خد لون ومن جوه لسه ايه زي ما هو، فلما تعملي بالمعلقه كده هتاخد كلها نفس اللون. اول ما يبقى معانا لون ذهبي كده، يكون مش غامق قوي ولا فاتح فاتح قوي يعني، هننزل بيه كوبايه الا ربع من الزبده، هنديلها تقليبه كده، وبعدين هنزل بيه نص كوبايه من الحليب. مش هنحط فيه البسبوسة دي ولا زبادي ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص. هو اصلا المفروض البسبوسة مش بتحط لها بيكنج باودر، اصلها مش كيكة يعني علشان تحط لها بيكنج باودر. طبعا اول ما تنزلي بالحليب خلي بالك علشان بتبقى يعني النار طالعة يعني شديدة شوية، فانت خلي بالك تقلبي من بعيد شوية، وبعدين هيبقى عامل زي تكتلات كده، هتبدأي ان انت تقلبيها هتفك معاكي، قلبيها بسرعة هتفك معاكي وهتكون يعني مفيهاش اي حاجة خالص. هنطفي عليه وهسيبه لحد ما يبرد تماما، ما يكونش ولا ساخن ولا دافي ولا اي حاجة، يكون بارد خالص. شايفين اللون ده؟ لون البسبوسة بقى هيبقى نفس اللون ده كده، يعني كل ما تغمقي في السكر بتاعك وانت بتكرمليه، كل ما هتاخدي لون البسبوسه نفس لون السكر اللي انت بتكرمليه بالظبط. بس ما تخلوش يبقى مكرمل قوي يعني غامق علشان ما يمررش، لان ما بين كرمله السكر واللي هو يتحرق مفيش حاجات بسيطه اقل من ثانيه يعني، فلاحظي وخلي بالك في الحتة دي. وبعدين جبنا بقى بعد ما برد تماما، جبت دقيق السميد، نزلت عليه بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض وهو بارد خالص. هنبدأ اللي احنا نقلب، انا مش هقلب كتير بالظبط، مش هكمل دقيقة، اللي انت بس تخلطي المواد دي كلها مع بعض. لو قلبت كتير في البسبوسة هتنشف معاكي، هتنشف معاكي ومش هتلاقي لها اي حل خالص. فاحسن حاجة علشان ما تطلعش ناشفة معاكي اللي انت ما تقلبيش فيها كتير. جبت صينيه بطنتها بالزبده، وبعدين نزلت بيه الخليط. طبعا بعد ما خلطنا دي السميد مع الزبده والحاجات دي كلها، وبعدين هسويها بقى بايدي. تبل ايدك كده شويه بسيطه من الميه، وبعدين هتبداي اللي انت تساوي البسبوسه بتاعتك. هندخلها الفرن، درجة حرارة طبعا تكون هادية، ما تكونش عالية قوي، تكون 160 او 150. دخليها على الرف الوسطاني. انا بشغل الفرن من تحت، واول ما تاخد اعرف ازاي البسبوسة استوت من تحت. اول ما تلاقي الحروف بتاعه البسبوسه ديت خدت لون غامق شويه، يبقى هي كده استوت من القاعده بتاعه البسبوسه استوت تماما يعني. تبداي اللي انت تشغلي الشوايه بالظبط تاخد لون كده خفيف من فوق، ويبقى لونها ذهبي كده، وبعدين تطلعيها كده خلاص هتكوني استوت معاكي. هنجهز فيه الشربات، هنحط كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه وعصرة نص ليمونة. هنرفعهم على النار، اول ما تبدأ فيه الغليان بعد ما تغلي بدقيقة اطفى عليها. احنا عايزين الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف جدا زي المية بالظبط، مش بيكون يعني تقيل ولا وسط ولا الكلام ده، بيبقى خفيف خالص. وطبعا لازما الشربات يكون ساخن والبسبوسة تكون سخنة، علشان تسقي البسبوسة بتاعتك لازما الاتنين يكونوا سخنين، ولا تكون البسبوسة باردة ولا الشربات بتاعك او السيرب بتاعك يكون بارد. هنحط كيس فانيليا، وبعدين البسبوسه لسه طالعه من الفرن حالا والشربات لسه طافيه عليه وساخن خالص. هنحط الشربات كله على البسبوسه وغطيها ربع ساعه، وبعد كده هتلاقيها شربت كل الشربات دوت. هتبداي بقى اللي انتي تقطعي فيها،
هي هتشرب يعني الشربات على طول، مش هتاخد وقت كتير. انا قطعتها وكانت لسه سخنه، يعني يا دوبك شربت الشربات كده بدأت اللي انا اقطع فيها. ما كنتش عارفه ان انا امسك الصينيه ولا اقطع ولا الكلام ده. فاحسن حاجه البسبوسه بتبقى اطعم واحلى لما تسيبيها اللي هي تبرد خالص. حتى لو انت عملتيها من بالليل وسبتيها لتاني يوم هتبقى احلى كمان. شايفين بقى اللون بتاع البسبوسه ومستويه من تحت لو انتوا واخدين بالكم؟ شايفين؟ وشاربة بقى الشربات بتاعها طعمها خطير يعني. كل اللي داق منها قالوا بجد طعمها تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة دي، هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير.